الشخص النرجسي ده شخص وحش انا لازم ابعد عنه؟ السؤال ده بيتكرر جدا في الجلسات. فبص يا صديقي، انا جاي النهارده اعرفك ان فعلا هل الشخص السيء لازم نبعد عنه ولا لا. بص باختصار، تعال نقسم الشخص النرجسي لنوعين. النوع الاول شخص فيه سمات نرجسية. يعني ايه؟ يعني مثلا شخص بيحب يشوف الناس بتعجب بيه، بيحب مثلا اللي هو شايف نفسه مختلف عن الناس، شايف نفسه حاجة كبيرة. دي ساعات بتندرج تحت الثقة، دي سمات نرجسية مش مضرة خالص. وفي النوع التاني اللي هو اضطراب الشخصية النرجسية، اللي هو Narcissistic Personality Disorder. ده اللي هو اضطراب، ده هو دايما بيكون شايف نفسه اعلى من كل الناس، شايف الناس قليلة. وهنا في كان بيشوف نفسه عالي بس ملوش دعوه بالناس، بيشوفهم ناس عاديين مش قليلين. انما في اضطراب الشخصيه النرجسيه بيكون شايف نفسه حاجه كبيره جدا وشايف الناس كلها قليله. دايما مهما عملت له مش هيقدر اللي انت بتعمله له، مش هيشوفه كفايه. دايما بيكون بيقلل من التعاطف بتاعك، دايما بيعندوش تعاطف معاك خالص، بيقلل منك. دايما معاك في استغلال، علاقه استغلال بس مفيش فيها مشاركه. فده اسمه اضطراب الشخصية النرجسية، وده اللي مؤذي نفسيا. فالشخص ان شخص كويس هقولك ايوه، بس لو كان عنده سمات نرجسية مش اضطراب شخصية نرجسية. فشخص نرجسي كويس بس نرجسي غير واعي، ده لا، ده شخص مؤذي جدا نفسيا، لانه مش واعي، هيأذيك وهو مش واعي. ده هيأذيك نفسيا، هياكل في صلاتك، لان انت هيخليك تبذل مجهود كبير جدا وهو هيكون شايف المجهود ده هباء ولا ليه اي ستين لازمه. هو شايفك قليل وشايف نفسه اعلى بكتير. فلو الشخص اللي انت معاه بيكون شايف نفسه عليك وأحسن منك وشايفك قليل، فده يكون شخصيه نرجسيه مؤذيه. انما لو هو شايف نفسه عالي وشايف نفسه حاجه كبيره وشايف نفسه كويس وفي نفس الوقت بيتعاطف معاك وشايفك انت كمان حاجه كويسه وبيقدر اللي انت بتعمله عشانه، فدي سمات نرجسيه، يعني ثقه بالنفس، لا مفيش منه اي مشكله. فهرجع واقول لك ان شخص نرجسي واعي افضل بكتير من شخص نرجسي غير واعي. اعتقد ان احنا كده اتكلمنا عن النرجسية. فلو انت عندك اي سؤال عن النرجسية ممكن تسيبه لنا في الكومنتس او تتواصل معانا. وبرضو لو حابب نتكلم على نوع اضطرابات الشخصية برضو تقدر تتواصل معانا. فما تنساش ان احنا هنا في مساحة نفسية بنقدم دعم نفسي، فلو انت حابب تطور من صحتك انك لازم تكون واحد مننا وتعمل لنا فولو، وبقى اعمل لايك على الفيديو ده. وافتكر دايما مساحة نفسية بتقولك استمتع بوقتك يا صديقي.